السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الحلقه الجديده من طبيعه الحال من القناه ديالكم منبر الخبر. اذا مواضيع مهمه ومثيره للغايه ان شاء الله غادي نطرقوا لها في هذه الحلقه. بطبيعه الحال غادي نبداو الموضوع الاول اللي ما نساوش التهاني ديالنا للمنتخب الوطني النسوي لبؤات الاطلس اللي تاهلوا بطبيعه الحال للدور الثاني، ولكن مع الاسف انهزموا امام المنتخب الفرنسي اللي بدا تيشكل دابه سوداء بالنسبه للكره الوطنيه في المحافل الدوليه. اذا هذا اللقاء اللي تابعناه يوم امس انتهى بالخساره ديال 4-0 لصالح المنتخب الفرنسي. هذه الاهداف بطبيعه الحال جاو عن طريق اخطاء فرديه ديال لبؤات الاطلس، لكن هذا ما كينقص من القوه ديال المنتخب الوطني المغربي النسوي على الساحه الافريقيه والساحه الدوليه، حيث بدا يعتبر من بين 16 فريق على المستوى العالمي بطبيعه الحال. اذا هذا موضوع غادي نحاولوا نطرقوا ليه. الموضوع الثاني متعلق بطبيعه الحال موقف ديال موريتانيا في هذه الايام الاخيره من الوحده الترابيه للمملكه، وبعد الرسائل اللي وجهها رئيس البرلمان الموريتاني اللي كنا تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه، وكذلك وزير الداخليه اللي مؤخرا هو حدا نفس الحدو اللي قام به رئيس البرلمان الموريتاني. اذا هذا الموقف الموريتاني الجديد اللي خصنا نعرفوا التداعيات ديالو على هذا الملف. بالنسبه للموضوع الثالث والمتعلق بالانضمام ديال المغرب للبريكس الطلب ديالو، حتى هو من بين الدول اللي كيفاجئونا برغبته في الرغبه ديالو في المشاركه مع هاد الدول ديال منطقه البريكس. مواضيع مهمه وجد غنيه ان شاء الله نحاول نطرقوا لها في هذه الحلقه. بالمناسبه الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في هذه القناه يحاولوا يفعلوا الاشتراك ديالهم. بطبيعه الحال التعاليق الايجابيه كل ما هو بناء من اجل تحسين ديال الاداء ديالنا، ولي جيم بطبيعه الحال باش نتعرضوا لما يسمى بالذباب الالكتروني. اذا مواضيع جد مهمه، نتمنوا تبقاو معنا حتى نهايه الحلقه. والان نمروا ان شاء الله للتفاصيل. اذا الموضوع الاول كيف ما قلنا وهو الخساره ديال المنتخب الوطني المغربي من الدور الثاني لمونديال استراليا 2023. الخساره واللي جات على يد المنتخب الفرنسي ب4-0 في هذه المقابله اللي تابعناها على المباشر يوم امس الثلاثاء. بطبيعه الحال هذه المقابله هذه هي ديال المنتخب النسوي، كانت مقابله جد مهمه وتاريخيه للنخبه الوطنيه باش تاهل للربع، لكن مع الاسف كما تنقولوا وقعت الخساره اللي كانت متوقعه نظرا لتفارق المستوى بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش بعض الامور، فالمنتخب المغربي فهو منتخب فتي ولا زال في المهد، لانه المدرب بيدرو شونسيز اللي جا المنتخب الوطني الله دابا 3 سنوات حاول بانه يبني هذا المنتخب اللي استطاع باش يمر من دور المجموعات للدور الثاني، وفي حد ذاته هذا انجاز وكبير جدا. بينما كيف ما كنعرفوا فمنتخبات اخرى، المنتخب الامريكي الياباني والفرنسي كذلك فهو منتخبات عريقه، حتى المنتخب الالماني بطبيعه الحال فهي المنتخبات عريقه على مستوى الكره النسويه، عندها باع وعندها تاريخ. اذا في المنتخب الوطني كيف ما قال المدرب ايرفي رونار ديال المنتخب الفرنسي، اكد بان الكره الوطنيه المغربيه في طفره نوعيه ولات كتعتبر من كبار العالم في كرة القدم، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للبؤات الأطلس. إذا ما علينا إلا نهنيو لبؤات الأطلس على الإنجاز ديالهم التاريخي في أستراليا، وما هذه إلا البداية إن شاء الله. فهناك تأهل للأولمبياد ديال باريس، وهناك أيضا كأس إفريقيا القادمتين. إذا خاص النخبة الوطنية ترتاح كما تنقولوا وتبدا توجد لها التظاهرات العالمية من طبيعة الحال. إذا كان هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني والمتعلق بالانضمام ديال المغرب لمنظمة البريكس، فكانت بعض التقارير الإعلامية قالت بأن الوزيرة المسؤولة على العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا
أكدت بأن هناك دول حوالي 23 دولة بدات الرغبة ديالها في الانضمام إلى بريكس، لكن اللي ما كانش في الحسبان هو احنا بيدينا ما كانش عندنا علم بأن المملكة المغربية الشريفة حتى هي بغات إن شاء الله تنضم لهاد كيف ما تنقولوا لهاد المنظمة. وأضافت أن الوزيرة ذاتها أن القضية ديال التوسيع ديال عضوية بريكس تم المناقشة ديالها على مختلف المستويات منذ أول يعني قمة ديال المجموعة اللي دارت في 2009. إذا وهاد الوزيرة هي اللي قالت بأن المغرب هو من بين الدول اللي قدمت الترشيح ديالها باش يعني تنضم لهذه المجموعة ديال بريكس. وكيف ما قالت هاد الوزيرة بأن هذه المجموعة كتعمل في إطار يعني الشفافية والتضامن واحترام الآخرين والتفاهم بطبيعة الحال المشترك، ويعتبر أن هذا الاهتمام يعني تنقولوا بالاعتراف بصوت بريكس اعتبار ديالو نصير لدول الجنوب او للمصالح ديالهم. واشارت الوزيره ان البند 73 في بيان قمه البريكس 14 اللي انعقدت في بكين كلفت ممثلي الدول الاعضاء بمناقشه داخليه لتحديد المبادئ التوجيهيه بطبيعه الحال والمعايير والاجراءات العمليه لتوسيع العضويه ديال بريكس من خلال التشاور والتوافق. اذا هذا الطلب ديال المملكه المغربيه للانضمام لبريكس شكل ضربه موجعه ايضا للجاره الشرقيه اللي كانت ما كانتش تتوقع بان المملكه المغربيه غادا تقدم بالتقدم يعني بالترشيح ديالها للانضمام لهذه المنظمه. اذا مزيدا من التوفيق والتالق للسياسه والدبلوماسيه المغربيه على الصعيد العالمي. بالنسبه للموضوع الثالث وهو المتعلق بموريتانيا، فموريتانيا هذه الايام بعد ما شرنا في الحلقه الماضيه للتوجيه ديال رساله ديال رئيس البرلمان الموريتاني اللي كيهنئ فيها بطبيعه الحال الشرذمه ديال بوليزاريو لانهم هنئوهم بطبيعه الحال على الرئاسه ديالو البرلمان الموريتاني. فخرجت يعني بعض المنابر الموريتانيه وقالت بان هذه الخرجه ما هي الا موقف شخصي لرئيس البرلمان بطبيعه الحال المتحيز الموريتاني. فإذا بنا فوزير الداخليه الموريتاني حتى هو ولا يرسل رساله كذلك تهنئه الى ما يسمى بوزير الداخليه كذلك ديال شرذمه البوليزاريو. ومن ثم كيبان لنا الموقف بطبيعه الحال لا حيادي ديال هاد الدوله ديال موريتانيا بطبيعه الحال اللي ولات كتلعب على وتر شكل واحد اخر. بطبيعه الحال هذاك راجع للدعم اللي كتلقاه والاموال اللي كيتلقاهم من نظام العسكر الجزائري بطبيعه الحال. والان كيف ما وصلنا بعض الاخبار كتفيد بان هناك يعني نقاط تفتيشيه اللي قامت بها موريتانيا على مستوى الخط اللي ربطها مع المغرب، وقامت بانشاء نقاط تفتيش اخرى كما تنقولوا في المنطقه على الحدود ديالها مع المملكه المغربيه. اذا فموريتانيا في هذه الايام يعني في الرئيس ديالها ولاو كينهجوا سياسه اللاحياد بطبيعه الحال تجاه المملكه المغربيه، وهذا الشيء غادي يضر بطبيعه الحال بالعلاقات الموريتانيه المغربيه لا سيما في قادم الايام. اذا هذا كل ما لدينا بالنسبه لهذه الحلقه. نتمنى ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم بالشكل اللي هو كبير جدا، والناس كما تنقولوا اللي مازال ما تشاركوش معنا يحاولوا يدعموا المجموعه ان شاء الله باش تكبر المجموعه ديالنا، وان شاء الله الا كانوا شي تعاليق بناءه لما لا بطبيعه الحال باش نحاولوا نطوروا من الاداء ديالنا. اذا دمتم في رعايه الله والى حلقه قادمه بحول الله.